اللابتوب ده اهو كان من ضمن الفيجن بورد بتاعتي، اما كانت في الفيجن بورد بتاعتي بتاعت 24 ما اتحققش في 24 بس هو اتحقق في 25. لو انتوا بس يعني كنتوا شاكين او اي حاجه من الحاجات دي، لو انتوا لسه ما عملتوش الفيجن بورد بتاعتكم، انا كمان لسه ما عملتهاش، مع اني كل سنه بحب اعملها في اول السنه، ولكن السنه دي انا اتاخرت في 2026. فبما اني جايه اعملها متاخر قلت ان انا كمان يعني اشارككم في الموضوع ده. ولو حد مفكر انه علشان مثلا اول السنه عدت او شهر 2 اهو بيعدي وخلاص وكده والفيجن بورد يعني مش هينفع ابدا، لا يا جماعه بطلوا استهبال وخلونا نعمل الفيجن بورد سوا. وايه هي الفيجن بورد اصلا؟ الفيجن بورد هي عباره عن ان لوحه كده بتحطوا فيها صور للاهداف اللي انتوا عايزين تحققوها السنه دي ثالث سنه ليا الحمد لله اعمل فيها الفيجن بورد. لسه بقى هنشوف 2026 ايه اللي هيحصل فيها، ولكن يعني الحمد لله في السنتين اللي قبل كده في حاجات اتحققت وفي حاجات ما اتحققتش، فانا هاخد الحاجات اللي ما اتحققتش في السنتين اللي فاتوا وهحطها برضو في الفيجن بورد بتاعتي السنه دي، وان شاء الله يعني تتحقق. وكمان بما اننا داخلين على رمضان، عايزه كده المينتاليتي بتاعتكم تبقى قويه وتقولوا يعني لن ابرح حتى ابلغ، وان انتوا عايزين بجد ان انتوا تحققوا الحاجات دي كلها، خصوصا يعني انه في رمضان دعوة الصائم مستجابة، وهيبقى عندنا العشر الاواخر من رمضان وعندنا كمان ليلة القدر. مفيش احسن من كده وقت ان انتوا تبداوا وتقعدوا كده تشوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه السنه دي، الحاجات اللي انتوا مثلا عايزين توصلوا لها، الحاجات اللي انتوا عايزين تحققوها، شخصيتكم مثلا عايزين تغيروا فيها ايه. كل الحاجات دي تقدروا تحطوها على الفيجن بورد بتاعتكم. والمهم من الحاجات دي كلها ان انتوا ما تقلدوش حد، يعني شوفوا مثلا انتوا عايزين شخصيتكم تبقى عامله ازاي، شكلكم يبقى عامل ازاي. لو مثلا واحده عايزه تطول شعرها ممكن تحط على الفيجن بورد ان هي شاريه يعني برودكتس لشعرها وكده علشان تطولوا. لو انتوا مثلا عايزين تتطوروا في الانجليزي بتاعكم تحط صور لتطور الانجليزي بتاعكم وتبداوا تعملوا خطه. فانا هقول لكم انا عملت ايه السنه اللي فاتت في الفيجن بورد وهكرره السنه دي. اول حاجه من الحاجات اللي هي فادتني قوي ان انا بعمل الفيجن بورد على كل السكرينز بتاعتي، يعني على التليفون وعلى اللابتوب وعلى اللوك سكرين وعلى الهوم سكرين، على كل حاجه. يعني انا مش بخلي سكرين مش عليها الفيجن بورد بتاعتي. دي اول نقطه. النقطه التانية ان انا مش بس بحط صور وخلاص، لا انا بحط كمان يعني مقوله كده او مقولات او كلام او ادعيه. الصراحه السنه اللي فاتت ما حطيتش ادعيه، بس انا السنه دي هحط ادعيه برضو من ضمن الحاجات اللي انا هحطها. يعني في الفيجن بورد بتاعت السنه اللي فاتت كنت كاتبه financial freedom، كنت كاتبه برضو 2025 is my year. بالنسبه للبيزنس بتاعي كنت حاطه my dream clients find me. يعني فاهمين ازاي انه كنت حاطه كده يعني بحيث ان انا كل ما ادخل على التليفون بتاعي اقرا الجمله دي فتترسخ هنا شويه وبعدين تبدا على السبكونشس، فحس ان انا فعلا من جوايا بقيت خلاص مدركه ان الكلاينتس اللي انا عايزاهم واللي هم عايزيني هم هيلاقوني بكل سهوله. يعني حاجه من ضمن الحاجات كمان اللي بتخليني احب الفيجن بورد وان انا اعملها كل سنه، وكل سنة اطلع اعمل فيديو عن الفيجن بورد، ان انا بجد مع كل سنة يعني بحس او مع كل حاجة بحققها في الفيجن بورد ان انا ماشية على الخط بتاعي. شفتوا هقول لكم على حاجة، لما تمشوا كده من غير هدف او من غير اي حاجة انتوا عايزين تعملوها بيبقى سهل ان انتوا تحبطوا، بيبقى سهل ان انتوا يعني تضيعوا، بيبقى سهل ان انتوا تشتتوا، بيبقى سهل عليكم قوي، او بيبقى سهل كمان ان يتم مثلا خداعكم او اي حاجه من الحاجات دي. لكن لما تبقوا حاطين حاجه في دماغكم عايزين توصلوا لها، مش بيهمكم اي حاجه او اي كلام حواليكم او اي يعني هتبقوا انتوا كمان عندكم هدف ماشيين فيه وبتسعوا ليه ودماغكم شغاله فيه، فمش بتحسوا خالص ان انتوا ضايعين. وانا جاي هنا عشان احمسكم ان انتوا تعملوا الفيجن بورد بتاعتكم وتحطوا بقى اهداف، وتحطوا هقول لكم لو انتوا لسه اول مره تعملوها تحطوا حاجات سهل ان انتوا تعملوها وحاجات صعبه شويه وحاجات اصعب. وزي ما قلت لكم يعني مفيش حاجه صعبه على ربنا، ولكن برضو خلوا في بالكم وانتوا بتحطوا الفيجن بورد يعني ان انتوا تبداوا تشتغلوا، مش بس حطينا الفيجن بورد وقاعدين كده مش بنعمل اي حاجه. لا مهم قوي ان انتوا تشوفوا مثلا لو انتوا عايزين والله يبقى مستواكم كده في اللغة الفلانية، فهتحطوا مثلا خطة 3 شهور 4 شهور 5 شهور على حسب انتوا عايزين ايه، ازاي هتوصلوا للشيء الفلاني ده. مثلا بتدوروا على خاتم ستانلس ستيل او عجبكم خاتم او مش عارفه ايه، دي حاجة من الحاجات اللي هي السهل ان انتوا تعملوها. فلما تحطوا حاجات سهلة ان هي تتعمل وتعملوها اكشلي هيديكم كده نوع من انواع الانجاز، انه ايوه
انا عملتها، انا سويت، انا اقدر ان انا اكمل، انا اقدر ان انا احقق الحاجه التانية دي. يعني فاهمين؟ هيديكم كده دافع من جواكم تجاه بقى ان انتوا ايه، تحققوا حاجات اكبر واكبر واكبر. ومهم قوي ان انتوا تحطوا كوتس مع الفيجن بورد بتاعتكم زي ما قلت لكم، علشان السب كونشس بتاعكم يبدا يتعود. لان احنا من واحنا صغيرين مش بس، حتى واحنا كبار يعني بيبقى حوالينا ناس دايما بتحاول ان هي تحبطنا، دايما بتشوف مثلا او بتستكتر، او يعني مش عايزه اقول ماشي، هقول بتستكتر عادي، سو وات. وفي ناس كمان مش بتبقى متخيله ان انتوا ممكن مثلا توصلوا للحته الفلانيه، او يحبطوكم، او يجوا يحطوا عليكم تجربتهم الشخصيه في ان هم ازاي مثلا ما وصلوش للشيء الفلاني، او ان هم والله حادوا عن الجول بتاعهم فبقوا عايشين حياه هم مش عايزين يعيشوها. وانا بصراحه يا جماعه ضد الكلام ده بكل ما تحمل الكلمه من معنى. وانا ضد ان انا اعيش حياه مش حياتي، واعيش اهداف مش اهدافي، واعيش شخصيات مش شخصيتي، بس علشان الناس اللي حواليا، او علشان انا خايفه اطلع من الكومفورت زون، او علشان حاجات كتير. انا بجد ضد كده، وضد ان انا حياتي تضيع هباء، وان انا اجي في مثلا لو يعني فضلت يعني لو كبرت وكده ابقى قاعده اقول يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت سويت. انا ضد الندم. فانا مش بحب اندم على اي حاجه، واي حاجه انا بعملها دلوقتي بعملها علشان انا عارفه ان انا مش عايزه لما اكبر اقول يا ريتني كنت عملت، ويا ريتني كنت سويت، ويا ريتني كنت خدت حقي بالشكل الفلاني، ويا ريتني كنت يعني اصريت مثلا على الراي بتاعي ده، فكنت زماني دلوقتي في حته انا عايزاها او كده. لا. وحاجه كمان، ان انتوا لما بتبداوا تعملوا يعني تمشوا في الطريق، او تعملوا مثلا على الفيجن بورد بتاعتكم وكده، انتوا بتكونوا بتاخدوا مسؤوليه نفسكم. ومعنى ان انتوا تاخدوا مسؤوليه نفسكم انه حتى الاخطاء اللي انتوا بتعملوها مش هتحسوا يعني، حتى لو حسيتوا بالندم عليها فدي اخطائكم انتوا هتتعلموا منها. لكن انا مثلا واحده من الناس لما احس ان حد بيوجهني او بيقول لي على حاجه اعمليها وانا اكون عاملاها وما تظبطش، بحس ان انا ببقى عايزه الومه، هو الوم الشخص اللي قال لي اعملي كده وانا كنت عارفه انه الحاجه دي مش هتنفع. او فاهمين قصدي ازاي؟ والله يعني تخيلوا بقى كل الحاجات دي بتحصل بسبب الفيجن بورد. فانتوا بجد مضيعين على نفسكم حاجات كتير قوي قوي لو انتوا مش بتعملوها. بتاعتي دلوقتي بقى بجد هبدأ اعمل الحاجات بتاعتي. طبعا هدخل على بنترست، تمام، واتفرج كده على شوية حاجات لذيذة احملها. وبعدين بستعمل الكانفا، بحط بقى عليه. هقول لكم على حاجة، اللابتوب ده اهو كان من ضمن الفيجن بورد بتاعتي، اما كانت في الفيجن بورد بتاعتي بتاعت 24 ما اتحققش في 24، بس هو اتحقق في 25. يعني لو انتوا بس يعني كنتوا شاكين او اي حاجه من الحاجات دي، اول ما فتحت لقيت قدامي ايه I attract brand deals that value my creativity. ولقيت برضو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، دول هحطهم حلوين بصراحه. بس انا يعني انتوا عارفين انا مش بقول على الفيجن بورد بتاعتي، لكن دي من ضمن الحاجات يعني اللي انا حبيت ان انا اقولها لكم علشان انتوا كمان تحطوها. قاعده دلوقتي احط نفس الصور اللي انا كنت بحطها من سنتين، اللي هم لسه ما اتحققوش دول، وعندي نفس الحماسه وانا بحطها اللي هو ممكن يتحققوا السنه دي، اللي هو يعني بجد بجد الحاجات دي ممكن تتحقق السنه دي. جماعه انا مش عايزاكم ابدا تحبطوا، او او لو لا قدر الله احبطتوا. على فكره يا جماعه هقول لكم على حاجه، مفيش مشكله ان انتوا تحبطوا، يعني الاحباط ده شيء عادي، بس ما تخلوش ان الاحباط بقى يمسككم ويتملككم وخلاص. يعني بلاش الحاجات دي تجيب معاكم سكه. عيطوا ماشي مش مشكله، واحبطوا، بس كل حاجه هتبقى كويسه تاني. المهم بقى انا متحمسه، عماله انزل في صور، عماله انزل في صور، ويا كأن يعني يا سبحان الله كل الحاجات دي هتتحقق. وبعدين قلت نورهان ما تقعديش تحبطي نفسك، داخلين على رمضان، فان شاء الله ليه لا، مفيش حاجه كبيره على ربنا، بجد مفيش حاجه كبيره على ربنا. فاعملوا اللي انتوا عايزينه، حطوا الحاجات اللي انتوا عايزينها، و هحط لكم بقى
يعني هتحط لكم تحت في الكومنتس الصورة تقدروا تحطوها سكرين لوك سكرين او هوم سكرين زي ما انتوا عايزين للأدعية واللي هي الافرميشنز، يعني تنفع للكل بقى. يعني لو انتوا مثلا محبطين او مش عارفين تعملوا او مش عارفين تبدأوا ازاي، هحط لكم واحدة جاهزة تحت هي عبارة عن أدعية انتوا تقدروا تستعملوها وتحطوها، وانا برضو هحطها بحيث يعني ان انتوا تدعوا لنفسكم كل ما تفتحوا التليفون وكده ما تحطوش الفيجن بورد وتفضلوا قاعدين مستنيين وحاطين ايدكم على خدكم، عشان هي كده مش هتشتغل. احنا مش بنفيجن بس، احنا كمان لازم يكون عندنا اكشن تجاه الفيجن دي. اشوفكم في فيديو جديد قريب. لو ما عملتوليش سبسكرايب اعملوا لي سبسكرايب، ولو ما عملتوليش فولو برضو. الفيديو ده هيبقى على تيك توك وعلى يوتيوب، فاعملوا لي سبسكرايب على يوتيوب لو انتوا بتشوفوه من على يوتيوب، واعملوا لي فولو لو انتوا بتشوفوه من على تيك توك. واتمنى يا رب ان انتوا تكونوا اتحمستوا انتوا كمان عشان تعملوا فيجن بورد بتاعتكم، واتمنى لكم كل التوفيق في 2026. وبس، كل الحب والدعم والتقدير يا حلوين. باي.